بين جولتين تقدمت امرأة غريبة من الزاوية التي يجلس فيها شريف. همست له بكلمات لم يسمعها أحد غيره. تغير كل شيء بعدها. في زمن كانت فيه الجزائر ترزح تحت نير الاستعمار، بزغ نجم شاب نحيل من أحياء الجزائر، اسمه شريف حامية. لم يكن يملك سوى قبضتين حالمتين وطموح لا حدود له، طموح حمله من شوارع الجزائر إلى الحلبات العالمية. في عام 1953 بدأت رحلته الاحترافية في فرنسا، وهناك سرعان ما تحول إلى ظاهرة، انتصار بعد آخر، وملاكمون كبار يسقطون أمامه، حتى صار اسمه يلمع بين نجوم أوروبا في عالم الملاكمة. لكن الطموح لم يتوقف عند حدود القارة العجوز. الولايات المتحدة الأمريكية، أرض الأبطال والأساطير، فتحت له أبوابها. في شيكاغو توماس سانويس واجه أبطال الجولدن جلوف وسقطوا أمام قبضته واحدا تلو الآخر. أصبح شريف حديث الصحافة، والعيون تترقب موعد المواجهة الكبرى، نزال على بطولة العالم. الخصم الملاكم النيجيري الشرس هوغان باسي، بطل العالم حينها. الموعد 1958. المكان قاعة تضج بالجماهير والأضواء. الحلم أن يصبح شريف حامية أول جزائري يحمل لقب بطل العالم. بدأت المباراة، جولة بعد أخرى. كان شريف متقدما، أسرع، أذكى، وكأن اللقب بات قاب قوسين أو أدنى، حتى جاءت تلك اللحظة الغريبة. بين جولتين تقدمت امرأة غريبة من الزاوية التي يجلس فيها شريف. همست له بكلمات لم يسمعها أحد غيره. تغير كل شيء بعدها. فجأة تراجع أداؤه، لم تعد قبضته كما كانت، وكأن روحه انفصلت عن جسده. خسر المباراة. الجميع صدم، الصحافة لم تجد تفسيرا، الجمهور لم يصدق ما حدث. لكن القصة الحقيقية لم تروى إلا بعد سنوات، حين اعترف شريف حامية أن تلك المرأة لم تكن سوى مبعوثة من جبهة التحرير الوطنية الجزائرية. كانت قد طلبت منه أن يخسر المباراة عمدا. السبب لأن فوزه سيعني رفع علم فرنسا المستعمرة فوق المنصة، لا علم الجزائر. وفي لحظة حاسمة من حياته، بين المجد الشخصي وكرامة وطنه، اختار شريف حامية أن يخسر، لكنه كعيون الجزائر ربح كل شيء.